السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اليوم بإذن الله غادي نتعرفوا على البوليان. البوليان علاش خليتو لكم سير دابا ماشي شي حاجة اللي هي ساهلة. البوليان تيوقف على اللوجيك ديال بايثون، وأي لونغاج هو تيب من ديال لي فاريابل. لاحظ معايا دابا غنجي ندير فار وغنعطيه واحد السمية. إلا جينا كتبنا سترينغ وجيت هنا ودرت برينت قلت له عطيني التايب ديال فار، لاحظ اش يعطيني سترينغ. الا جيت وكتبت عدد غتعطيني انت. الا جيت للعدد ودرت ليه الفاصله في اللونغاج كتكون بواه، ما كتكونش فيرغول. لاحظ كنعوضو الفاصله ببواه بنقطه، عطاني فلوت. الا جيت هاد الفار ودرت فيه ترو كتكتب البديه ديالها هنا كتكتب ماجيسكيل. الا كتبتها مينيسكيل كتخرج كانها كتابه عاديه، خاصها ضروري تكتب ماجيسكيل. غتعطيك بوليان. شنو هو هاد البوليان؟ هاد البوليان كيحتمل جوج القيم، كياخد جوج فقط، فولز و ترو. هذا هو البوليان. ترو هي رقم واحد وفولز هي رقم زيرو. ولكن الا جيتي هنا كتبتي زيرو اش تعطيك؟ غتعطيك انت. غنشرحها لك كيفاش كنعنو بها زيرو و واحد من هنا للقدام. اذا البوليان كتاخد ترو و فولز. علاش وكيفاش؟ هادشي اللي غتفهمو معانا. دابا غادي نعطيك واحد المثال. دابا الا جينا ودرنا غير برينت بحكا باش تفهم اللوجيك شويه. جينا درنا برينت ودرنا قبل ما ندير هذه غنمشي الاوبيراتور اللي خاصك ضروري تعرفهم او لي زوبيراتور. لاحظ اولا الا بغيتي دير عمليه الجمع كدير زائد بحال هكا، طرح ناقص، في كدير هاد النجمه، القسمه بحال هكا. الا بغيتي غير الخارج كدير سلاش دو فوا. الا بغيتي غير الباقي كدير بحال هكا. الا بغيتي الاس كدير نجمه دو فوا، مع العلم هنا فين كتكتب الاساس وهنا الاس. صافي. مثلا 5 أس 2 كتكتب بحال هكا. صافي. دابا السؤال الا كانت عندنا الكومباريزون، هذه اللي حنا باغيين نوصلوا ليها. الكومباريزون الا بغيت نشوف واش هاد العدد كيساوي هاد العدد، ما كنجيش مثلا ندير 5 واش كتساوي 3. لا، شتي هاد ايكال اللي درتي هنا هذه هي اسناد قيمه معينه، معنى كنحط فيها. فهمتي؟ معنى كنحط فيها. اما الا بغيت ندير كومباريزون بمعنى المقارنه كندير ايكال دو فوا، هذه هي المقارنه. اما هاد ايكال بحدها هذه تعني اسناد قيمه معينه، بحال كنحط فيها كنلم فيها واحد القيمه معينه. الا جيت بغيت ندير اكبر قطعا كنديروا لها بحال هكا، اصغر قطعا كنديروا لها بحال هكا، اكبر من او يساوي كنديروا لها بحال هكا، اصغر من او يساوي كنديروا لها بحال هكا، يخالف كنديروا لها بحال هكا. هادشي ضبطوا معنا دابا ويلا نمشوا للكود. دابا نجي ندير لك واحد العدد، مثلا غندير 4 واش كتساوي 3. لاحظ معايا اش تخرج ليا؟ غتخرج ليا فولس. 4 ما كتساويش 3. ولكن الا جيت ودرت لها بحال هكا الان غتعطينا ترو، يعني غتقول لي الكتابه صحيحه. دابا نزيد نعطيك مثال اخر. الا شدينا واحد الفاريابل ودرنا ايكال، يعني اسندنا فيه قيمه معينه، عطيتو مثلا الرقم 20، ونجي هنا وهاد الفاغ نعاود ندير فاغ بحكا وندير بليس وندير 45. السؤال الان الا جيت عيطت على هاد الفاغ في برينت شحال غتعطيك؟ او برينت شحال غتعطيك؟ حسب انت شوف راسك واش فهمتي شي حاجه. غتعطيك 65. علاش؟ لاحظ هاد الفاغ هنايا جينا وحطينا عاوتاني فاريابل مره اخرى، وهاد الفاغ تعوض ب20 وغتزيد عليها 45 تعطيك 65. دابا السؤال الا جينا ودرنا هاد فاغ ودرت له واش كتساوي 50 اش تعطيني؟ ولا 40 اش تعطيني؟ هنا بحال كنسولها كتعطيني فولس. ولكن الا جيت كتبت له 65 غتعطيني ترو. دابا غادي نمشيو ندخلو للصح. دابا خاصنا نفهمو هاد اند وهاد اور وهاد نوت. هاد اند غادي نمشيو نفهموها هنا. رد معايا البال، هاد اند راه ما ساهلينش. هاد اند بمعنى واو واو العطف، عرفتيها؟ هي متى كنخدمو هاد اند فاش كيكون عندنا جوج شروط، كنحط الكونديسيون الاولاني وكنزيد حداه اند اللي مالو بقى يكتب، وكنكتب الكونديسيون
الثاني. دابا باش يتحقق ليا ويعطيني ترو، خاص هاد الشرط يتحقق وهاد الشرط يتحقق، خاصهم بجوج. لاحظ هنا دابا الا جيت ودرت برينت وجيت ودرت 2 يساوي 2، وجيت ودرت اند، خاصني ندير مثلا 45 اكبر من وندير مثلا 23. لاحظ هاد الشرط محقق الاولاني والثاني محقق، اذا الشرطين معا محققان، اذا هيعطيني ترو، لانه عندنا واو العطف. حتى هاد ترو ولا هاد فولز راه ما تخدمش بحال هكا في بايثون. ترى فاش كتجي لي كونديسيون ولا كتجي البوكل ولا كتجي كتحط شروط كتقول لي هادشي لا تحقق ديري لي هادشي. انا نعطيك مثال، مثلا هنجي نكتب ليها اف هكا، دابا نقصنا شي شويه، غندير لها اف وغنجي نعطيها شرط بحال هكا ونقول ليها الا كان طاري هادشي كتبي لي مثلا باش تفهم. سحاب لك حنايا غادي نبقاو غير قاعدين نخربقوا ترو فولس، غادي نحيدو هاد برينت وغادي نجي وغتخرج ليا راه هي كوريكت. دابا اشنو درنا؟ دابا قلنا اف في حالة وحطينا الشرط الاولاني اذا تحقق هاد الشرط وهاد الشرط كتب لينا هادشي. دابا هاد اند تعني ان الشرطين يجب ان يتحققا معا، خاصهم بجوج يتحققوا ماشي غير واحد فيهم. خاص هاد الاولاني الشرط الاولاني يتحقق والشرط الثاني يتحقق كلاهما معا. اند تعني كلاهما معا، يعني الشرطين معا يتحققوا باش تخرج لك النتيجه اللي انت باغي ديرها. هذا راه لي كونديسيون غنديروها من هنا قدام، ولكن اضطريت نسبق شويه ونوريكم. دابا انت خاصك تفهم واحد القضيه، اننا حنا هاد ترو ولا فولز راه كنفهموك بها اللوجيك، اما انت فاش تدخل لي كونديسيون غيعطوك واحد التطبيق مطلوب منك واحد المعالجه معينه ديال شي معلومات، انت كتكتب اشنو بغيتي الا تحققوا هاد الشروط اشنو يخرج عندك. هادشي كله غنديروه في التطبيقات. رجعوا اشنو كان عندنا دابا، قلنا لك الا كان هاد الشرط الاولاني والشرط الثاني محققين عاد كتخرج لينا ترو، عاد كتخرج لينا النتيجه. الا كان احد الشرطين غير محقق، غير واحد ما محققش، مثلا بحال هكا نسيت ما وريتكش واحد القضيه، نسيت واحد القضيه هاد اصغر من او يساوي. دابا فاش تكون عندك اكبر من او يساوي بحال هكا، عندك مثلا واحد العدد هنا واحد العدد هنا، هاد العدد اللي هو ربعة اما احتمال يكون يساوي قطعا 3 اكبر منها، او ممكن يكون يساوي هاد العدد اللي في هاد الجهه اللي هو 3. بحال هنا هاد الكتابه ككتابه صحيحه، نجي مثلا عندنا 3 اكبر من او يساوي 5، اما ان 3 اكبر قطعا من 5 وهذا خاطئ، او ان 3 تساوي 5 وهذا خاطئ. نجي لهنا علاش عطاتني ترو؟ لان هنا عطيتها 2 اصغر من او يساوي 2، اما ان 2 اصغر قطعا من 2 وهذا خاطئ، او ان 2 تساوي 2 وهذا الشيء صحيح. يعني هاد الكتابه صحيحه وهذه صحيحه، هادشي علاش عطاتني ترو. الا حيدت هاد تساوي غتعطيني فولس. صافي. دابا غادي نفهموا واحد القضيه، ان هاد اند معناها هو العطف يعني ان الشرط الاولاني كنكتبو هنا خاصو يكون محقق صحيح، والشرط الثاني اللي هنايا خاصو يكون محقق صحيح باش تعطيني ترو، باش تعطيني النتيجه اللي من بعد غنولي نكتبها. الا كان احد الشرطين غير محقق كتعطيني فولس. عاد كاينه اور، شتي هاد اور كتعطيك ترو في حاله الا كان احدهما غير واحد فيهم محقق. علاش؟ لان هي او يعني اما هذا صحيح او هذا صحيح. صافي. حنا هنايا مثلا عندنا 2 اصغر قطعا من 2 لا هما راهم متساويين، يعني هنا هذه راها ما صحيحاش، ولكن هذه اكبر من 23 صحيحه، يعني تعطينا ترو. فهمتي؟ اما يكون احد الشرطين محققين او كلاهما، ماشي مشكل. غادي نمشيو دابا نزيدو نشرحوا هاد اورو اند. دابا غادي نرسمو واحد الجدول. ها هو هاد الجدول اسمه جدول الحقيقه، طابلو دو فيغيتي. هنا عندنا الكونديسيون الاولاني وهنا عندنا الكونديسيون الثاني. صافي. هنا في حاله الا كانت اند وهنا تكون اور. دابا حنا عارفين اند خاص الشرطين بجوج يكونوا محققين. دابا هذا الا كان محقق وهذا غير محقق، اشنو غيكون في اند؟ في حاله الا كان الشرط الاولاني هذا الشرط الاولاني محقق والثاني غير محقق، اند اش يطرى ليها؟ اش تعطيك النتيجه؟ الا كانت اند غتكون فولس. قلنا اند كتبغيهم بجوج يتحققوا،
الا كان هنا غير محقق وهنا محقق اش يطرا؟ نفس الطريقه هتعطيك مواه، هتعطيك فولس. علاش؟ لانهم بجوجهم خاصهم يكونوا محققين، بجوجهم صحاح. في حاله الا كان هنا محقق وهنا محقق هتعطينا ترو. هنا الا كان ناقص وهنا ناقص بجوجهم غير محققين هتعطينا عاوتاني فولس. بالنسبه للأور الا كان هذا الاولاني، الا كان هنا كونديسيون الاولاني محقق وهنا غير محقق، طبعا هنا هتعطينا ترو، لان نحنا خاصنا غير شرط واحد اللي يكون محقق في اور. لان او في حاله الا كانت هنا ناقص وهنا زائد، يعني هنا غير محقق وهنا محقق، طبعا هتعطينا ترو. الا كانت هنا كلاهما محققين هتعطينا طبعا ترو. الا كان حتى واحد فيهم محقق هتعطينا فولس. انت باش تعقل على هادشي وما تبقاش تلف، حنا هاد اند كنعتبروها كانها عمليه الضرب، هذه كانها عمليه ضرب، وهذه كنعتبروها كانها عمليه الجمع، اور كانها عمليه جمع. دابا هاد زائد دائما قلنا ترو اللي رمزت له هنا بزائد كنرمزو لها واحد، وهنا برقم زيرو. اعتبر كانها ضرب، واحد في زيرو هتعطيك زيرو يعني ناقص، هنا زيرو في واحد هتعطيك هنا زيرو ناقص، هنا واحد في واحد هتعطيك واحد هي ترو، ناقص كرمتو لها بزيرو يعني زيرو في زيرو هتعطيك هنا زيرو. في حالة إلا جيتي الأور اعتبرهم كأنهم جمع، واحد زائد زيرو راك تعطيك واحد يعني هي بليس، هنا زيرو زائد واحد راه هي واحد راه هي ترو، وهنا واحد زائد واحد كتعطيك اثنان تعتبرها واحد راه هي بليس، وهنا زيرو زائد زيرو كتعطيك زيرو يعني فولس يعني زيرو هنايا كيف كتشوف معايا. دابا غادي نجو نشوفو هاد الشروط كغنديرو لهم. هنا غنحاولو نعطو واحد المثال، مثلا غنقولك في حالة إلا كانت مثلا نجو لهنا مثلا واحد الفاريابل، ونجو هنا ونديرو مثلا ولا نديرو الايميل ولا خليه مثلا نديرو صافي، ونديرو واحد الباسورد مثلا صافي. هنا فاش كنجيو للبرينت خاص هداك الشيء يكون متساوي، خاص هادشي يكون متساوي. كنقول لك في حالة، شوف هاد الباس كاينه فيها شي مشكل ما خاصهاش تكتب، لان ما خاصهاش تعطيني هذاك اللون هكاك، يعني الفاريابل عندهم واحد الاسماء ما خاصهاش تسموها ليها. غادي نجي هنا نكتب في حالة الا كان الفاريابل يخالف، راه وريناك يخالف ولا نسيت ما وريتهاش لكم، يخالف هي هاد علامة تعجب وإيكال. في حالة هاد الفاريابل ما كانش كيساوي هادي اند غنجمعهم بجوج هنا، وغادي نزيد في حالة إلا كان هاد الباسورد ما كيساويش هادي. اشنو دير؟ غادي تكتب ليا، غندير هنا ايف، لاحظ شويه سبقنا، هذا راه لي كونديسيون، غندير ايكال هكا، غنقرا كونديسيون من هنا قدام ونشرح لكم اكثر. غنجي ندير برينت وغادي نجي ندير ونكتب صافي. الا في حاله الا دخلتي السميه ودخلتي الباسورد ماشي هو غادي يخرج لك هذا. هنا عندنا شي مشكل، نسيت هاد ايكال ما درتش يخالف. فوالا في حالة إلا هادشي مخرجش لينا هو هداك غادي نكتبولك اسمح لينا تعاود دخل البيانات. هادشي اللي كطرا في الايميل ولا في اي معلومات كتكون خاصة بيك كتدخلها. دابا غادي نزيدو هاد نوت، هاد نوت اش كتعني؟ لاحظ قبل ما نسالي الفيديو خاصك تعرف شنو هي نوت. كنت قلنا عندنا برينت ياك، مثلا عندنا 12 اكبر قطعا مثلا من 90، هادي اش تعطينا؟ تعطينا فولس ياك. فاش كنجي هنا قبل منها وكنكتب نوت يعني كنعني بها العكس تماما ديال هادشي اللي عندي، يعني العكس تماما ديال هادشي اللي عندي. هنا مثلا عندي 2 اكبر قطعا من 90، حنا عارفينها فولز، اذا هنا تخرج ليا هي ترو العكس ديالها. هادشي غادي يبان لك بزاف في لي كونديسيون ونخدمو فيه حتى في الفانكشن. كنظن يكفي هذا القدر، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا، وغنكملوا في الفيديوهات القادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.